السلام عليكم، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم تختلات بالكراميل والقطايف بطريقة سهلة وبسيطة. هاد الوصفة بزاف بنينة وتخرج كمية كبيرة. فضلا وليس أمر أخواتي ديروا لي جيم ابوني، عاونوني باش إن شاء الله تصبح هاد القناة و... واعطوني رأيكم في التعليقات. نمر مباشرة نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. نبداو نحضروا العجينة. نحتاج فيها 250 غرام مارغرين طرية، قرصة ملح، كاس إلى ربع سكر ناعم، ملعقة فانيليا، حبة بيض زائد صفار. نخلط مليح بالباتور. من الأحسن يعني بالباتور إلا كنتي مزروبة، إلا كنتي ماشي مزروبة تقدري تخلطي باليد حتى توليه كريمية، ولا بالفوي كيما حبيتي. نضيف 2 ملاعق زيت ونخلط. هذيك الزيت تعاون المارغرين تولي يعني كريمية ومن بوماد. ربع كاس مايزينا، يعني ما يعادل 2 مغارف كبار. أكيد لازم نغربلو المقادير، يعني طريقة بزاف سهلة وبسيطة. نتمنى يعني تعجبكم الوصفة وتجربوها وتعطوني رأيكم في التعليقات. نجمع بالفرينة. الفرينة من الأحسن تكون مغربلة. أنا ضفت نصف مغرفة صغيرة خميرة كيميائية، ولكن من الأفضل أضيف ربع من المغرفة فقط، باش هكداك ما توليش يعني ما تخسرش لافورم تاعها في الفرن الحبة. نجمع عادي باليد حتى نتحصل على عجينة كيما كي الصابلة. روحوا لها برك بالعقل الفرينة باش هكداك ما تجيكمش لاباط يعني حاكمة روحها ولا شادة روحها تتشقق، باش هكداك تعاونكم. نخليو لاباط ترتاح حوالي يعني 15 ل 20 دقيقة، نص ساعة، احسب الوقت اللي عندك. هنا جبت هاد الليمون الصغار. من الأحسن هاد الليمون الصغار نعملو كريات حوالي 26 غرام. لازم تكون العجينة رقيقة. نمشيها باليد داخل المول، نحيو الأطراف، نسقموها بيان من جهة، يعني نكون سخنت الفرن على 180 درجة من تحت. نديرو الكاتو تاعنا يعني الطيب. كي نشوفو الأطراف ولا الحواف حمارو، نشعل من الفوق ونخليهم شوية يبدو اللون فاتح، ونخرجوهم ونخليهم يبردوا. ليمولي إلا كانوا يعني جداد عندك ما استخدمتيهمش من قبل، من الأحسن ديروا لهم فارينة ومارغرين. وإلا كان يعني استخدمتيهم ديجا وعلى بالك بلي ما يلصقوش، لا ديروا لهم حتى حاجة. هنا نحضروا نسلي كراميل. عندي كاس سكر جلاس، كاس حليب بودرة ولا لحظة. الأول ضفت ربع كاس ماء، ومن بعد زدت عاود ضفت نص كاس، يعني كل كاس إلى ربع ماء. نخلط جيدا بالبارميكسور. نضيف مغرفة كبيرة مارغرين، نخلط حتى يتمازج هذاك الخليط. من جهة واحدة أخرى درت كاس سكر فوق النار ولا في كاسرونة، خليته على نار هادية حتى ولا لي كراميل. ما لازمش يعني يتحرق، ولا الكراميل تاعكم يكون عنده لارييرغو ماشي مليحة. نخلط هذاك الخليط نضيفه للكراميل. نخلط بمغرفة خشبية من الأحسن. ضفت مغرفة مارغرين. هاي الطريقة العادية، يعني خلطه بمغرفة على نار هادية. يعني مهم جدا تكون النار هادية حتى نشوفوا هذاك الكراميل ذاب. فوالا هاوليك بعد ما خليته برد شوية. هنا بغرفة يعني نطلي هادوك الطرف وندخلهم داخل قطايف محمصين.
باش نزينو هذاك الطرف. قطايف راهم يتباعوا يعني في السوبيرات، موجودين قطايف محمصين. غرفة صغيرة فقط وتعاونت طلبت يعني ديري بانسو ولا هامليك. يعني القطايف تاعنا بعد ما درت لهم كامل يعني زينتهم ولا درت لهم الحواف، انا هذاك الكراميل نزفلو القطايف تدريجيا. فوالا انا يعني جريت شويه يدين نورمالمون ما نديرش كميه يعني، ومن بعد زدتلو شويه كراميل، خليته شويه يخفف شويه ما يجيش ثقيل. وبعد نحكم جوج مغارف يعني نعاون بهم روحي، ندير داخل لي تغسيلات في الوسط، نخليه برك وحدو يعني يعاود يحكم يعني تطيح هذيك الكتلة، ما تبقاش كتلة تولي طايحة يعني، يولي سطح مستوي تاعو. فوالا ندير كامل الكمية. هاي طريقة بسيطة وبزاف هايلة، وكاين بزاف لي يحبوا هاد الحلوى. انا من جهة واحدة اخرى ذوبت الشوكولا، حبي شوكولا اولي ولا حبي شوكولا نوار، ذوبتها وبمغرف نديرو في الوسط. الحواف منتوشيوهمش. جربوا هاد الوصفة وقريب العيد الكبير، لا قريب يعني نجاح تاع 5 بي ان باك، ولا لا نتمنى يعني النجاح الكامل للدراري. فوالا نخليو هذيك الشوكولا تحكم روحها. تزيين اختياري، حبيتي حبة جوز، حبيتي كاوكاو إفيلي، حبيتي خطوط شوكولا. انا درت يعني كريات هادو الفضية. هايليك الحلوى تاعنا بعد ما وجدت. يعني ننصحكم تجربوا هاد الوصفة، اعطوني آراءكم في التعليقات، ديروا لي جيم، ابوني. نتمنى يعني تجربوا هاد الوصفة وتبعثوا لي آراءكم. نتلاقاو في وصفات واحد اخرين. خليت لكم الخير والخير ان شاء الله، والسلام عليكم.